كريم. ده ازاز وخشب اركت والعلاقه بتاعته وبينور كمان ليد وفي منه برضه كهرباء. ايه الانواع التانية اللي عندك برضو؟ في بقى حاجه زي كده فرفورجي برضك مصري، ده شمعة فواحة وممكن تركب كهرباء كمان. فمتحط فيها الشمعة الفواحة بتولع وبتدي ريحة جميلة. ودات يعني دات أغلى من الحاجات بتاعتنا احنا، يعني دات قد السعر بتاعنا. هي الفوانيس على حسب حجمها ولا على حسب كل نوع بيختلف سعر من سعر؟ كل نوع بيختلف عن الحاجة التانية، يعني ساعات ديت يزيد عن ديت مهما كان ده أصغر مهما ده كان أكبر، فالمستورد بيزيد عن صنع الخشب. والتاني طيب اللي هو النحاس اللي انت بتعمله؟ الصاج ده في منه حاجات غاليه وفي منه حاجات رخيصه على حسب الحجم بتاعه وعلى حسب الشغل اللي فيه ساعتك. طب بخصوص الفوانيس التانية اللي هي الجديدة اللي هي غير اللي انتوا بتبقوا صانعينها، اللي هي اللعب اللي هي بتبقى فيها اشكال لعب، دي بقى حاجات صيني. المستوردين مستوردة من الصين، بتمشي وبتغني اغاني رمضان طبعا، بتغني 4 اغاني. دي بيركب هنا كده تدي الشكل ده كده وبتمشي وتغني بس صيني. فيها برضه ديت بتمشي بتغني رمضان وبتمشي وكلها بتنور بس صنع صيني. الاقبال بيبقى اكتر على اي نوع من الانواع اللي عندك؟ اللعب طبعا، اللعب لان الولاد بيجي يشتروا لعب فوانيس عاديه الحاجات اللي بتغني رمضان. والفوانيس دي برضك الصاج بتاعنا احنا برضك هي اللي بتدل شهر رمضان، هو اللي بتحس برمضان. الحاجات بتاعتنا احنا الصاج طبعا. انت مهنة الفوانيس دي اساسا مكتسبها ولا هي وراثة ولا هي فن او ايه بالظبط عندك؟ سعادتك هي فن وبتدي شهره وفيها مكسب كويس قوي لاهل المنيا كلهم. يعني احنا 6 من المنيا بنيجي هنا كل سنه بنيجي ادينا على الحال ديت 8 سنين، كل سنه لازم نيجي هنا ديت مكاننا في اي وقت بنيجي هنا، بس لازم هو في شهر رمضان احنا لازم نبقى هنا. السلام ورحمه الله وبركاته. هي بتاعت موسميه، يعني بنلم المرمات الفوانيس اللي متكسره فبنشتغل موسم كويس الحمد لله، ربنا كرمنا فيه. ايه الاشكال الجديدة السنة؟ لا هي اشكال بتنزل كل سنه نفس الاشكال. في بقى اللي بيطور بيعمل حاجات في الفانوس، يعمل حشو زي الفانوس اللي هناك ده كده بتاع، انما هي نفس الاشكال اللي بتنزل كل سنه. بتزيد لان الحاجه بتزيد كل سنه، يعني الازير بيزيد والصفيح والازاز والحاجه دي كلها بتزيد، فالزبون برضو بيغلي على الزبون وحاجات بسيطه يعني، بس هو اللي ماشي الصاج والحاجات بتاعتنا. دي اسطمبات وازاز بيتقطع، والصفيح اسطمبات على اساس بتيجي ايه بيطلع، يعني كل سنكري بيطلع اللي هو عايزه، يعني الاسطمبه اللي عايزها، وبيجمعوها ببعض تبقى فانوس. وفي السابق كان يتم تصنيع الفانوس من النحاس والزجاج الملون ويضاء بالشمعة. أما الصين دلوقتي بصراحة ما خلتش حاجة، إيش بينور ويغني وأشكال كتير منها بكر وكرنب وبوجو وطمطم، لكن لا يزال الفانوس الأصلي النحاس والزجاج الملون عشاقه في مصر، ولا يزال يصنع بأحجام مختلفة، منها ما يصلح للحمل بالأيدي ومنها ما هو مخصص للتعليق في البلكونات والشوارع. أما بالنسبة للأسعار فهي بتتغير على حسب حجم الفانوس. تقول ايه وانت معاك الفانوس؟ كل سنة وانتم طيبين. كل سنة وانتم طيبين. اولا انت الفانوس اخترتي ايه بالظبط الفانوس ولمين؟ الفانوس دوت لبنتي واخترته وجميل جدا، يعني عروسة هي لبنتي صغيرة. في حاجات ثانيه او اشكال ثانيه جديده عندك؟ جميلة، في ديت وفي العروسة الصغيرة وفي أشكال كتيرة يعني، بس هي عشان بنوتة فأنا اخترت لها عروسة يعني. وانت طيبة ربنا يخليك. يعني لولاد اخواتي وكده وبنتي والعدادي، هي عادة مش عايزة اقطعها يعني. وانت طيبة يا حبيبتي. طبعا هجيبوا البنات يعني ياسمين وفيروز ان شاء الله، كل سنة وانتم طيبين.
لا لسه هنا، اصل هنا عندنا في السيده زينب الاشكال كتيره قوي، فلازم اكيد هنقعد نلف كده شويه لغايه ما نختار نوع معين. احنا لازم الفوانيس التقليديه بتاعت زمان لازم موجوده في البلكونه، واجيب لهم بقى الحاجات المستورده الجديده الصيني طبعا عشان يفرحوا. وحضرتك طيب ميرسي قوي. اخترت الفانوس الصغنطر ده. اللي خطيبتي. انا جبت القديم ده للبيت وللزينه وكده. الفانوس ده فانوس انا ومحمد اخويا. كل يوم بنجيب فانوس، يعني كل سنه بنجيب فانوس شكل. حضرتك طيبه؟ بجيبه كل سنة وبابا برضو بيجيب. ليه بنت لا لسه بنقل فانوس حلو بالصراحه السنه دي. كل سنه وانتم طيبين وجعلها سنه مبروك على المسلمين كلها يا رب. لولاد عيالي هم ما شاء الله معاهم 4. هنختار اهو عايزين عرايس وعربيه. لا خلاص بقى مدلنا احنا بيتل بقى خلاص. وانت طيبه حبيبه قلبي، جعلها سنه مبروك عليك وعلى المسلمين يا رب. والفانوس ده بتاع من زمن الزمن، كان اسماعيل ياسين بيمثل فيه معاه والله. وعندنا هنا اهوت السيسي، الفانوس بتاع السيسي ده كاسح الدنيا كلها، الناس كلها عاوزه سيسي. اكتر الاقبال عندك على اي فوانيس؟ السيسي. الفوانيس اللي هي الصاج البلاستيك ديت، والفوانيس اهو بص متعلق اهو في الصاج اهو السيسي. هما الاثنين دول اللي شغالين 100. من ايام الفاطميه ولحد النهارده، وفرحه رمضان ما بتكملش الا بيه مع الاطفال وعلى ابواب المحلات. وعلى الرغم من ان السنين غيرت شكله، ساب الشمعة وبقى بينور، ويفضل برضو الفانوس هو فرحه رمضان. استنوني وحلقه جديده في صنع في رمضان، ورمضان كريم. رمضان كريم.